الغريب ان يعني في ناس متعاطفه معاه، اللي يقول لك طب ده روح، طب ما هو اكل بني ادم برضه. بس هو روح في الاخر لان انت ضيف روح عنده وكل البلد. حاجه، روح وكل حاجه، بس هو اكل بني ادم يا عم مازن. وصراحه كلمني اخوات ليا من الغردقه والله العظيم كتاب اللي قالوا تعالى ونصور حوت ونصور دولفين وبتاع، وكان الموضوع في دماغي وعايز اعمله عشان ما حدش عمله قبل كده. بس بعد اللي سمعته ده العمر مش بعزها، هشارككم شويه ملاحظات كده. تمام. لو انت برضو في بحر تعمل ايه علشان تتفادى سمك قرش لو موجود في المحيط. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا في كل مكان. طبعا احنا بفضل الله بدأنا سيستم جديد على القناه ان احنا هنشارك معاكم كل جديد بفضل الله تعالى، ويوم بيوم كل الحصريات بفضل الله. احنا قناتنا اصلا مختصه بالحيوانات وتربيه الحيوانات، فاحنا احسن بفضل الله تعالى من يتكلم فيما يخص الحيوانات. ما تنسوش يا اخواتي تفعلوا بس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر التنبيه، لايك وشير وكومنت جميل منك يا جميل عشان يوصلك محتوانا باستمرار. النهارده صحينا على خبر صعب قوي، واللي بيشوفنا لاول مره ادخل شوف قناتنا وهتعرف ان احنا عند كلامنا بفضل الله وتواضعا لله. احنا ما بنتكلمش كتير، بس الناس عارفه احنا على ايه. النهارده صحينا على خبر ان في سمكه قرش، صح كده يا مازن؟ صح يا ابو. قتلت سايح روسي، تمام، وهجمت عليه. وكتير قوي من يعني المختصين في موضوع الاسماك واسماك القروش خاصه واللي بيعملوا عليها الابحاث وكده، قال لك ان السلوك دون مش طبيعي انه بيحصل، لان اللي كان هجم على السايح سمكه اسمها سمكه قرش النمر، واللي معروف انها مش من ضمن الغذاء بتاعها انها بتاكل البشر. تمام. ان اساسا القروش ما بتاكلش لحم البشر، ما بتحبش طعمه. وفي الغالب بتعوم مع الناس على فكره، وفي ناس بتعوم معاها وبتتصور معاها. فالسلوك اللي حصل النهارده غريب ولازم ان احنا ايه يعني نحط عليه عدسه مكبره كده نشوف ايه اللي حصل وايه الدنيا. وشاركونا براكم في الكومنتات عشان الموضوع يعني ما كانش سهل. طبعا الناس متقسمه جامد قوي يا مازن، صح كده؟ في اللي طبعا بعد ما حصلت الحادثه هحاول اسيب لكم الفيديو ان شاء الله. الراجل كان قاعد في الميه وهلب كلمه هلب دي يعني تفزعك كده من جوه يعني الصراحه، ومحدش قادر يساعده. بس انا بيتعبني الناس اللي بتبقى ماسكه الكاميرا دي وعماله تصور. طب انت ما فيش اي رد فعل. في ناس بتقول لك المفروض كان واحد ضرب عليه لا مؤاخذه نار او حاجه، بس يروح ردد عليه واحد يقول له طب هو هيضرب ازاي او الا يخليه ياخد سلاح معاه وهو رايح المصيف. وجهه نظر برضه حلو. بس اللي لفت انتباهنا بعد ما حصل الموقف ده يا اخواتي، الصيادين مسكوا سمكه القرش وطلعوها وقتلوها. والغريب برضو ان قال لك نفس الصيادين دول هما اللي مسكوه دول كانوا ممنوعين اصلا من الصيد، ولكن هما اللي مسكوه بعد كمان ما قتل السايح وكله. ولا مؤاخذه يعني مات موته فظيعه كده، مش هينفع اقولها. تمام. عشان برضو سياسات اليوتيوب. وبعد كده هاجم 2 تاني. فالصيادين طبعا اللي هما موقوفين من الصيد دول اتدخلوا، تمام، ومسكوه، تمام، وفضلوا يضربوا فيه وبتاع. بقى واحد منهم بيقول لك ده كل زبونين من عندي، فزعلته جامد قوي، فكان مغلول قوي من الحوت فخد بحقه منه يعني وخد بطاره. ففي ناس طالعه بقى تقول لك حرام انك انت تقتل حوت، ده هو ده مكانه ودي بيئته واحنا اللي متطفلين عليه ورايحين نصيف عنده، المفروض ده المكان بتاعه. ففي جدل كده واختلاف في الرأي غريب، انتوا مع ولا ضد؟ يعني دي نقطة مهمة جدا ورأيك هيفرق معانا، عشان هو الموضوع متبص له من كذا ناحية. في اللي بيقول لك ده روح ومكانه واحنا اللي رايحين له والطبيعي نعمل كده، وكمان انها كانت نتايه وراح تولد. يقول لك الحوت اصلا ما بيطلعش على الشواطئ الا نادرا، يعني بيبقى مثلا لو نتايه مثلا ضلت الطريق مثلا، او واحده عايزه مثلا تولد بتدور على مكان لاطفالها. دي الاسباب الحقيقيه لكده. وفي بقى كمان راي جديد مختلف خالص، اللي هو مثلا كان لسه بيكلمني فيه على فكره قبل ما نبدا الحلقه. بصوا يا جماعه، بصوا في ناس قالت كتير ان القرش ده له سعار، بمعنى ان كان في ناس يعني بواقي مثلا لحوم مثلا حاجات ميته بيرموها في الميه. طبعا احنا داخلين على فتره عيد، ففي سفن بتيجي بقى متحمله بالخرفان والكلام ده، لما حد مثلا بيقع منه خرفان بتموت في الطريق ترمي على طول، ترميها في البحر. فهو لما كان حاجه زي كده جاله سعار. ده بقى هو مش في نظامه الغذائي انه بياكل خرفان ولا انه بياكل بني ادمين، بس لما ده بقى الدم خلاص بقى استحلاه فبقى يهاجم. وعايز اقول لكم كمان في ناس بتقول لك انه ما كلش السايح اصلا، ولا مؤاخذه قتله بطريقه بشعه، بس ده كل اللي عمله. تاني حاجه يا جماعه برضه عشان تبقوا عارفين، القروش بتتضايق من دخلت ريحه السمك. يعني لما واحد مثلا يطلع مثلا بيخت والكلام ده وبيشوا بقى سمك على المركب وهيصينوا فرحانين، القروش والكلام اسماك عامه بتتضايق من ريحه
السمك اللي هو بيتشوي عامه او السمك اللي بيتعمل اي حاجه زي كده في ناس بيتضايقوا. بقى في ناس بقى بتقول لك برضو بعد الحوار اللي حصل ده، يعني يقول لك يعني هو جاي في اليوم اللي يعني في الايام اللي انا رايح اصيف فيها ويطلع لي فيها حوت. طبعا في ناس بتقول لك ده اثر على السياحه والدنيا دي، وفي ناس بتقول لك برضو مالوش علاقه. برضو شاركونا في الكومنتات رايكم ايه، يعني بتضيفوا لي والله بتعليقاتكم، وكلنا بنفيد بعض وكلنا واحد حتى لو وجهه نظرنا اختلفت. بس في ناس تقول لك لا مالوش علاقه طبعا بالسياحه، ده حاجه حصلت في الطبيعه مالهاش علاقه. ايوه انت ضيف عامه، انت ضيف عندك. وبس غريب ان الموضوع ده بيتكرر في السنه دي نفس الوقت ونفس التوقيت اللي اتكرر فيه السنه اللي فاتت او اللي قبلها. تمام. فالموضوع برضو عايز دراسه تانية، لازم يعني المختصين يشوفوا الموضوع ده. في ناس يقول لك طب ما كانوا حطوا طالما الموضوع اتكرر قبل كده ليه ما كانوش حطوا سياج مثلا عشان في اطفال بتبقى مثلا على الشاطئ. تاني حاجه يا جماعه برضو، ده انا برضو يعني سمعته ان بيقول لك قبلها بيومين كان القرش ده، هم عامه القرش ده تقريبا او معروف هناك حاجه زي كده، الله اعلم بقى الكلام اللي بيقولوه. يعني بيقول لك كان في غواصين بيلعبوا معاه عادي ولا بيأذي ولا الكلام ده كله. بيعملوا ميمز على الحوار ده. محمد رمضان كان في فيديوهات برضه هو طالع من المايه في عبده موته يقول لهم انا اسف خلاص انا بقيت فيجيتيريان اللي هو باكل خضروات اللي هو على البوكس يعني. بس الصراحه تاني بس الغريب ان يعني في ناس متعاطفه معاه، اللي يقول لك طب ده روح، طب ما هو اكل بني ادم برضه. بس هو روح في الاخر لان انت ضيف عنده كل حاجه، روح وكل حاجه، بس هو اكل بني ادم يا عم مازن. بس احنا عامه احنا اللي غلط. فاهمني؟ طب انت اذيتني وجيت عليا لقمه تعيش هيتصرف. انت كان البني ادم روح حيه وهاجم من 2 تانيين. عايز اقول لكم احنا صورنا اصلا قبل كده بفضل الله سمك قرش، صورناه هنا على القناه، وكنت بفكر في الموضوع بصراحه، بس اللي هو بعد اللي سمعته ده حتى المصيف هيتغير ما بقاش زي غيرنا كل حاجه يا جماعه. احنا كنا مسافرين بس انا والله انا بفضل الله دخلنا مع اسود الاقفاص وجها لوجه، وجها لشخص مان تو مان فيس تو فيس، وصورناها بفضل الله. والله قعدنا جنبها وصورنا، دخلنا مع الاسد، دخلنا مع حيوانات غريبه وعملنا حاجات غريبه، ودخلت مع تمساح 5 متر حالات متصوره على القناه. وصراحه كلمني اخوات ليا من الغردقه والله العظيم كتاب اللي قالوا تعالى ونصور حوت ونصور دولفين وبتاع، وكان الموضوع في دماغي وعايز اعمله عشان محدش عمله قبل كده. بس بعد اللي سمعته ده العمر مش بعزها. العمر واحد بس برضه نرجع نقول ايه، العمر واحد. الحمد لله. بس ساعتك مش هتتاخر ولا هتتقدم، كل واحد وليه ميعاده يعني. ربنا يديكم الصحه ويبارك في عمركم. فشاركونا براءكم طبعا. هشارككم شويه ملاحظات كده. تمام. لو انت برضو في بحر تعمل ايه علشان تتفادى سمك قرش لو موجود في المحيط. بعد اذنك بقى اسلام، عشان انا كنت عامل دايفنج. الراجل كان اللي هو يعني اللي هو بتاع المركب كان بيقول يعملوا معاه كأنه كلب بلدي. فاهمني؟ وكان خدناها هزار، لا مش كده يعني. فاهمني؟ اللي هو لما تشوفه ولد ترتبك تتهز، حركتك دي ذات نفسها انت كده بتثبت له انك مش خايف، اتاكدت له ان انت فريسه ليه. حركتك لا اثبت مكانك عادي ولا كأنك شايف. تمام. وهي عامه حصلت. بس في غيري يعني انا من الناس اول ما شفته بقيت ابعد لحد ما طلعت على المركب. في ناس فضلت مكمله معاه تحت وعايشين والدنيا غايصه تحت. بيقول لك ما ينفعش بقى انك تبقى لابس حاطط اللي هو برفان والكلام، خاصه مزيل للعرق. سمكه القرش دي بتشم الدم وبتشم الحاجات دي عن بعد، وفي بعض الروائح بتستفزها وبتخليها عايزه تهجم عليها. ولو لابس اساور واللي هي الحاجات دي سلاسل الكلام ده لا تفضل انك تلبسها. وهسيب لكم برضو كل التفاصيل وتعمل ايه وما تعملش ايه. تمام. في الحلقه بتاعت النهارده، وربنا ان شاء الله جعل اخر الاحزان. طبعا هو نفس بشريه وانسان، فطبعا هو مش مصري على فكره، بس احنا الموضوع برضو ان هو انسان بس. فاحنا عملنا الحلقه دي معاكم النهارده. مصري اي حاجه مش تفرق، كلنا واحد. وتعزينا لكل الشعب الروسي. تمام. اخواتنا ان شاء الله جايه صفقات مع روسيا باذن الله تعالى، والروبل الروسي هيتحد مع الجنيه المصري، وتحيا مصر. ودعواتكم لنا بالنجاح والتوفيق، وجهزوا عشان الحلقات الجايه على قناه الزواحف دمار وضرب نار والوصل معانا عندنا. ما تنسوش يا اخواتي تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر التنبيه، لايك وشير وكومنت جميل منك يا جميل عشان يوصلك محتوانا باستمرار. شرفني في حلقه النهارده اخويا مازن. بفضل الله شغالين برضو احنا بنوصل اوردرات للحيوانات وبنشارككم كل جديد، وجاي دمار وضرب نار وجهزوا للجاي. تضيف فيها حاجه قلبي؟ السلام عليكم واشوفكم في الحلقه الجايه دمار.